أنا سارة، والنهاردة هحكي لكم حكايتي، بس وأنا في عالم تاني غير عالمكم. طول عمري بحب القراية والكتب الغريبة، وخصوصاً قصص الرعب اللي كانت بتخليني أنام والنور والع. وأول ما سمعت عن كتاب جديد اسمه الظلام الأبدي ما ترددتش ثانية إني أشتريه. بس الكتاب ده كان غريب قوي، ما كانش مكتوب عنه أي معلومة ولا حتى مين اللي كتبه. كان كل اللي مكتوب عليه عنوان الكتاب وصورة الباب مقفول وعليها علامة تحذير بتقول ما تفتحش الكتاب. الكتاب كان شكله غامض جدا، وأنا كنت متحمسة قوي إن أنا أقراه. وفي اليوم اللي اشتريت فيه الكتاب ده رجعت على بيتي وعملت كوباية شاي وقعدت على السرير. خرجت الكتاب من شنطتي وفتحته عشان أبدأ القراية. كان كتاب غريب قوي، مفهوش صفحة عنوان ولا فهرس ولا أي حاجة، وكانت القصة بتاعته بتبدأ على طول. قصته كانت بتتكلم عن راجل اسمه ديفيد، كان شغال محقق خاص وكان بيراقب قاتل متسلل. كان بيقتل الضحايا بطريقة صعبة قوي، ودايما بيسيب وراه رسالة غريبة مكتوبة بالدم. منكرش إن القصة كانت عجباني قوي، بس أنا كنت بدأت أحس بالخوف والتوتر، لأني بدأت أحس إني دخلت فعلا جوه القصة، وكنت عمالة أقرأ بسرعة عشان أعرف الأحداث بسرعة.